وصلنا معاكم دلوقتي لاخر فقرات حلقتنا النهارده واللي خصصناها دايما علشان تكون استشاره طبيه. طيب استشارتنا النهارده هتكون مختلفه جدا لان هنتكلم فيها عن موضوع انتشر جدا الفتره اللي فاتت يا جماعه وبيشغل بال ناس كتير. انتشر في مصر تحديدا من فتره او في الكام سنه الاخيره فكره التخسيس اونلاين، وناس كتير لجأت له وناس تانية خافت منه، لكن الموضوع زاد جدا مع بدايه ازمه كورونا وكله كان خايف انه ينزل وقاعد في البيت ويسلي نفسه بالاكل وغيره من غير حركه. فكتير بقى ساعتها لجأوا لفكره التخسيس اونلاين علشان يقدروا ان هم يظبطوا جسمهم من تاني وفي نفس الوقت ما ياخدوش ريسك ان هم يروحوا عياده التخسيس في ظل ظروف كورونا اللي كانت صعبه جدا جدا جدا. فعلشان نعرف عن الموضوع ده اكتر معايا ضيفتي اللي منوراني النهارده دكتوره سالي فيكتور، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما. برحب بيكي يا دكتور. اهلا بيكي، عامله ايه؟ كله كويس؟ كله تمام، منورانا يا دكتور. ربنا يخليكي. في الاول عايزه اعرف منك كده باختصار يعني ايه ان احنا نعمل تخسيس اونلاين؟ احنا طبعا في اخر شهر ديسمبر اهوت في 2022 وخلاص كلها كام يوم كده وندخل 2023 بالزبط. فالفكر دلوقتي اتغير، احنا دلوقتي الناس كلها بتدور على الحاجه الافيلبل، الحاجه الفاست، الحاجه الايزي بالنسبه لهم. فطبعا اسهل حاجه بالنسبه لنا احنا ماسكين الموبايل 24 ساعه نسكرول بقى على السوشيال ميديا اي بلاتفورم. ففكره ان انا يكون حاجه افيلبل قدامي او ان انا اقدر اوصل لها بسهوله جدا دي طبعا مهمه جدا. فكره التخسيس اونلاين مصدر موثوق، مصدر انا متاكده منه، حاجه هتساعدني فعلا، هتديني دايت بلان انا عايزاها، هتديني كمان الكورس المناسب ليا او مناسب لحالتي. كل الحاجات دي طبعا مش سهل ابدا ان احنا نوصل لها بسهوله. انا عارفه ان السوشيال ميديا دلوقتي بقت مليانه كلام كتير جدا بالزبط. ممكن اي حد يبوست اي حاجه عن اي حاجه هو عايزها، فان انا ادور على مصدر تراست فيه ان انا فعلا اخس معاه وان انا امشي معاه الدايت بلان دي ما بتبقاش سهله. وانا عارفه ان بالنسبه للبيشنت او بالنسبه للمجتمع بتاعنا ان احنا ندور على حاجه فعلا تراست كده اهوت وان احنا نبقى واثقين فيهم ونمشي معاهم فعلا في فتره بتكون الى حد ما ميشن صعبه شويه. فاحنا في شركه اون تارجت فارما احنا بندي طبعا الموضوع ده بمنتهى البساطه جدا لان احنا موجودين على كل البلاتفورمز تقريبا، فيسبوك، الواتساب. ازاي بتعرفوا بقى التاريخ المرضي بتاع البيشنت او المريض او الحاله؟ ازاي بتعرفوا الادويه اللي خدها قبل كده؟ يعني الحاجات دي كلها بتعرفوها ازاي اونلاين؟ هو طبعا اول ما البيشنت بيتواصل معانا بيكون في زي ابلكيشن، الابلكيشن ديت احنا بنعرف منها كل حاجه، الوزن، السن، الطول، الهيستوري بتاعه كله في تاريخ مرضي، هل هو جرب دايت بلان قبل كده، هل هو خد ادويه تخسيس قبل كده، هل بيعاني من اي مشاكل تانية، ايه اصلا المشكله اللي بالنسبه له في الدايت. يعني هو كل حاله وكل بيشنت ليه الدايت بلان بتاعته، ما ينفعش حد ياخد دايت بلان بتاعت حد تاني. فده اللي احنا بنتميز فيه في شركه اون تارجت فارما، ان احنا كل كيس او كل بيشنت ليه الحاله بتاعته، ليه التاريخ بتاعه المرضي، سواء هو مثلا حد سليم، حد شاب، حد طفل، حد مثلا من البالغين، كل كيس بيكون ليها الدايت بلان بتاعتها وكمان الكورس المناسب. وده احنا بنعرفه من الاستماره اللي هم بيملوها قبل ما بنرشح اي كورس او قبل ما بنرشح كمان اي دايت بلان. يعني اميره ما فيش ريسك بقى؟ لا، ما انت كلمينا اكتر برضو على الاستماره دي. يعني بيبقى فيها تاريخه المرضي، بيبقى فيها الوزن، السن. كلميني اكتر تفصيليا عن برضو عشان الناس تبقى مطمنه. هي الاستماره دي بيكون فيها كل حاجه فعلا. يعني من اول السن احنا بنعرف اللي بتواصل معانا، بتطلبوا تحاليل، بتطلبوا فحوصات؟ اكيد طبعا. اوكي. كل حاجه بيكون ليها انديكيت لحاجه معينه. يعني مثلا انا وبيتواصل معايا حد من مرضى السكر او مثلا حد من مرضى الضغط، احنا طبعا بنبقى عايزين نعرف ايه الدايت بلان اللي هو مثلا مشي عليها قبل كده. طبعا مرضى السكر ومرضى الضغط بيكون ليهم زي انديكيشن معينه، لازم يكون ليهم كونسيرنز معينه بيبقوا خايفين منها. فاحنا طبعا بنكون عارفين هم متابعين مع دكتور اصلا بطنه علشان يظبطوا الضغط والسكر، فانا ببقى عارفه تاريخه المرضي كله، بشوف التحاليل، بعرف كمان ايه انواع الادويه اللي هو بياخدها علشان اضمن ان انا اديله كورس امن 100% ما يعملش فعلا اي انتر اكشن مع اي دراج تاني او اي اكتيف كونستيتوينت تاني هو بياخدها. فكل الحاجات دي بتفرق معانا طبعا بشكل كبير جدا ان احنا نعرف اللي بنتعامل مع شخص كبير او صغير، راجل او ست،
كمان اللايف ستايل بتاعه شكله عامل ازاي. يعني اكيد طبعا لو انا سيده منزل قاعده في البيت، غير لو انا مثلا راجل بشتغل، او مثلا الشغل بتاعي مكتبي، غير لو انا الشغل بتاعي فيه حركه كتير او انا بتحرك كتير. كل واحد بيكون ليه الدايت المناسب بتاعه علشان يناسب اللايف ستايل بتاعه. احنا يعني شعارنا او السلوجان بتاعنا في شركه اون تارجت فارما ان الدايت يكون من غير حرمان خالص. فاحنا بنحاول ان احنا نتماشى على اللايف ستايل بتاع كل واحد، ما خلوهوش يعني يبقى داخل الموضوع بقى جديد، او ان هو بقى احنا بنعمل دايت بلان يبقى احنا لازم بقى اغير كل اللي كنت بعمله، لازم اجيب بقى اكل معين، مش عارفه اكل في اوقات معينه. كل ده اصلا بيخلي البيشنت بعد فتره بيزهق عليه لود ان انا لازم ولود اجيب فعلا اكل معين لوحدي بالظبط. لازم، لكن لما ممكن اخليه ياكل من الاكل الموجود في البيت عادي بس بكميات معينه، طريقه الطبخ تبقى مختلفه، كل ده بيسهل فعلا. كل طبعا ده بيسهل جدا، واحنا كمان بنمشي على اللايف ستايل بتاع كل بيشنت، فبيحس ان الموضوع عادي. دكتور سالي، خلينا الاول بس نقول لهم الكورس بيبقى عباره عن ايه. يعني انتوا بتقولوا انه في كورس بتقدمه شركه اون تارجت فارما، ده عباره عن ايه بالظبط؟ بص احنا عندنا كذا كورس، احنا البورتفوليو بتاعنا يعني مليان. احنا في عندنا كورسات مكثفه وكورسات عاديه. الفرق ما بين الاثنين طبعا على حسب حاله البيشنت، بس هو مثلا الكورس المكثف هو بيكون عباره عن كذا حاجه. احنا بنلعب على كذا واي اللي هي بيعاني منها البيشنت او بيعاني منها المريض. اول مثلا مشكله واكتر مشكله بتواجه كل الناس هي فكره الجوع الكتير او الشهيه المفتوحه. وطبعا بتكون الشهيه المفتوحه كمان لانواع الاكل اللي هي مش طبعا هيلثي خالص، النشويات بقى والكربوهيدرات والسكريات. حبايبي دول مش انواع الاكل، دول حبايبي. حبايبي كلنا. فطبعا لما بناكل كميه كبيره من الكربوهيدرات كل ده بيتخزن في جسمي على هيئه دهون. فاحنا فكره ان انا بجوع طول اليوم او مش حاسس بالشبع، او انا مشكلتي اصلا في الدايت بلان ان انا كميات المحدده بتاعتي ديت انا مش قادر اكلها، او انا بحس بالجوع مثلا بعد ما باكل الوجبه بتاعتي، ده احنا بنحله بالياف الاناسيليوم. الياف الاناسيليوم هي عباره عن الياف طبيعيه 100%. هي الالياف دي مستخرجه من بذور اسمها بذور السيليوم الشاكرا او السيليوم هاسك. البذور دي هي بتبقى فيها ماده، الماده دي اسمها الميوسلج. الماده دي بقى بتعمل ايه في جسمي؟ الماده دي اصلا هي من الالياف اللي بتمتص الماء. فاحنا بنشرب كوبايه الاناسيليوم وبعديها كوبايتين ميه قبل الوجبه الرئيسيه او المين ديش بتاعي بساعه. انا لما بشرب الاناسيليوم الالياف دي بتدخل جوه معدتي، انا طبعا بشرب بعديها كوبايتين ميه، فالالياف دي بتمتص الميه الكتير اللي انا شربتها، تفضل تنفش في حجمها يتضاعف او تنفش يعني لحد ما بيوصل مثلا ل 20 او 25 ضعف حجمها. فده بيعمل معايا فكره بالون المعده بس بشكل طبيعي جدا، ان هو بيملى حيز كبير جدا ان هو من البطن، فاحس ان انا شبعان. اكل بقى اللي انا عايزاه. اكل بقى اللي انا عايزاه. يعني هاكل فاست فود. ما هو يعني مع مش قوي يعني. مش اللي عايزاه. ايوه ده سؤالي بقى عشان لان ده، هل بقى مع مع الكورس ده اقدر اكل اي حاجه انا عايزاها ولا برضه همشي على دايت؟ هو طبعا فكره ان انا امشي على دايت بلان دي بتخلي النتيجه اسرع. اوكي. طب انا مش عايزاها اسرع. عايزه اتبسط. انا كهند اصلا مش عايزه نتيجه، انا عايزه اكل. فكره ان احنا بنقول للناس ان احنا عايزين الدايت يكون لايف ستايل، مش انا بس بعمل دايت لفتره مؤقته علشان مثلا انا عندي تارجت معين وخلاص مجرد ما هوصل له هرجع تاني اكل اكتر من الاول. لان للاسف الجسم بعد ما بيوصل لمرحله من ادابتيشن اللي هو اتعود على الدايت بلان ديت، وانا رجعت عملت له تشوك او صدمه بكميات اكل هو ما كانش متعود عليها، ده هيعمل كذا حاجه في جسمي. اول حاجه ان هو بيستفز جدا هرمون الانسولين، بيخليه يطلع بكميه كبيره جدا، فبيعمل كمان لود على البنكرياس. غير بقى طبعا كل الاكل اللي انا اكلته اللي جسمي اصلا مش محتاجه هيروح يخزنه في مراكز التخزين في الجسم اللي هي مين اللي بتكون الكبد في منطقه البطن. فنلاقي دايما الناس اللي متعوده على الفاست فود والجانك فود الحاجات دي كلها دايما الدهون بتكون متراكمه في منطقه البطن والارداف، لان دي اكتر منطقتين السكر بتاع الجسم او الدهون الكتير اللي انا اكلتها بتتراكم في المنطقتين دول. فهي دي بس المشكله الصغننه بتاعتنا يعني. طب انت من خلال تعاملك مع المرضى اونلاين بتلاقي مثلا ايه اكتر الاسئله الشائعه اللي بتجيلك من الناس اللي بيبعتوا لك لسه بيعرفوا الموضوع، لسه بيفهموا يعني ايه دايت اونلاين؟ ايه اكتر الاسئله اللي بتبقى مخوفه الناس؟ طبعا هي فكره الاونلاين علشان بس في سورسز كتيره، في سورسز ما بتكونش تراستد قوي، في سورس كمان بتكون تراست، فالناس دايما بيكون عندها قلق يا ترى البرودكت ده امن، هيعمل لي اي سايد افكت، هياثر على اي حاجه ثانيه، طب انا مثلا برضع، طب انا عندي مشاكل صحيه ثانيه. كل طبعا الاسئله دي احنا بنواجهها بشكل يومي بشكل كبير جدا، لان الناس بتبقى خايفه ان مثلا انها بتاخد ادويه ثانيه، او ان هي مثلا عملت دايت بلان كتير ومش قادره، او ان هي كمان جربت برودكت كتير، البرودكت دي ما كانتش من اماكن موثوقه فما جابش
معاها نتيجه. فبيكون في قلق جدا من ناحيه ان هو هل البرودكت ده امن ولا مش امن، ويا ترى هيجيب نتيجه في وقت قد ايه. دول طبعا اكتر اسئله احنا بنسمعها بشكل كبير جدا. فاحنا بنطمنهم بشكل كبير قوي، لان البرودكت هو مكمل غذائي، ده مش دواء، كله عباره عن الياف طبيعيه 100%، مش هتاثر على اي حاجه تاني في الجسم، هي بس بتعمل عملها ان انا كاني اكلت الالياف دي اساسا من الاكل. بس كورس الانسيليوم هيديني الاحتياج 50% من الاحتياج اليومي اللي انا عايزاه للالياف. فحتى لو انا الدايت بلان بتاعتي ما كملت بقى منها الاحتياج بتاع الالياف، انا ببقى طول اليوم حاسس ان انا شبعان، جسمي اخد كل العناصر الغذائيه او الفيتامينز، فما فيش بقى الهبوط والدوخه المعينه بتاعت الدايت مفيش دي. برضه يا هند ادويه التخسيس بتعمل حاجه كده، دي كارثه، بتعمل عصبيه، قله نوم، دي ادويه التخسيس وبتزود ضربات القلب. انا بصراحه انا ما بحبش الادويه اللي هي بتاعت التخسيس دي خالص، يعني انا مش في ناس كتير برضه بتخاف جدا من الموضوع ده، بخاف من اي حاجه ليها علاقه بالقلب وضربات القلب والحاجات دي. بشوف انه احنا بنخس عشان صحتنا تبقى احسن اعتقد يعني. بالظبط. انا بشوف يا هند نقفل بقنا اسهل. انتوا يعني لو عايزين تعملوا الموضوع ده، انتوا لو عايزين تقفلوا بقكم اوكي، انا بقي مش جاهز يعني. لا نفسيتي على فكره انا عندي جوع نفسي اللي هو بيتقال عليه يعني العاطفي وده ما اعرفش يتسيطر عليه ازاي. يعني مثلا انا متاكده في ناس كتير كده، يعني انا بفرح باكل، بزعل باكل، بتوتر باكل، فكل المشاعر عندي مترجمه لسفره. فلو حد عنده ده صح ممكن يتعامل معاه ازاي؟ ده سهل جدا يعني. موضوع الجوع العاطفي هو بس الفكره ان احنا بنبقى رابطين شعور الجوع بشعور نفسي عندنا، سواء فعلا الفرح او الحزن او التوتر. كل الحاجات دي في جسمي بتفرز اصلا هرمونات، فالهرمونات دي ممكن تلخبط شويه احساسي بالجوع. بس انا عايزه اقول لك بقى في الجوع العاطفي ده، احنا لو شربنا كوبايه ميه تمام ممكن تحس ان الاحساس ده راح خالص. دي اراده بنت لذينه يعني، ابقى جعانه اخش اشرب كوبايه ميه. صدقيني بيفرق جدا جدا جدا. موضوع ان انا لو شربت كوبايه ميه وانا عندي احساس ان انا جوع، بس الجوع ده مش حقيقي جوع عاطفي، الجوع ده هيروح، لان ده بيبقى جوع لحظي مجرد بس. لا قولي لي حلول تانية عشان نبقى واقعيين. انا ببقى جعانه عماله افكر في الفراخ ومش عارفه البرجر والبيتزا، فمش هينفع اقول لعقلي اسكت هشرب ميه. بالظبط كده. لا خاصه كمان يا هند احنا داخلين على الشتاء يا ماما، جوع، محتاجين نتدفى، محتاجين نتونس واحنا قاعدين في البيت. هنعمل ايه؟ يعني نحط ايه جنبنا؟ يا جماعه انا بقول الحل هو على طول بطاطا حلوه، يعني الحاجات الجميله دي يعني مش معقوله. لا طب ادينا بجد حلول للشتاء. يعني هو طبعا اهم حاجه ان احنا لازم تكون الدايت بلان بتاعتي مكفيه كل العناصر الغذائيه اللي جسمي محتاجها. انا لما ببقى حاسه ان انا جعانه بيبقى حاجه من اتنين، يا اما فعلا خلايا جسمي محتاجه طاقه فبتدي اشارات للمخ ان انا جعانه، او ان هو حاجه عاطفيه. طبعا حاجه عاطفيه ده احنا بنتعامل مع الشعور العاطفي ده ان احنا بنحاول ان احنا نقنع نفسنا ان ده مش جوع حقيقي، ده جوع عاطفي. حتى انا لو شربت ميه احس ان انا خلاص يعني لحد ما الجوع ده راح. فكره ان انا ابقى شبعان طول اليوم مش حاسس بالجوع ده، طبعا ده بيفرق معايا جدا في تفكيري. انا لو انا جعانه طول اليوم مخي بقى يبتدي يفكر فعلا صح. اكل ايه، هتغدى ايه، هتعشى ايه، طب ايه السناك، الحاجات دي كلها. لكن لو انا اصلا عندي احساس بالشبع حتى لو انا الاكل قدامي، دي مش نقطه مهمه قوي بجد بجد يعني. والله يا دكتور ما تديش فرصه لنفسك انك تجوعي. يعني انا كنت اعمل ايه قبل ميعاد الغداء؟ عارفه طبعا في غدا في البيت متنوع للولاد، فاكل الدايت بتاعي قبل ميعاد غداهم، فابقى داخله على الغداء انا شبعانه. لو يعني نفسي راحت لحاجه صغيره كده اخد حاجه بسيطه، لكن تخشي على الغداء وانت اصلا جعانه ما تديش نفسك فرصه تجوعي. بس اميره انت مشكلتك في الجوع ولا في الشهيه؟ لا عشان في فرق. لا بصي انا بحب الاكل جدا جدا يعني زيك بالظبط، بس انا بعرف اتحكم شويه في الكميات وبجوع كتير، دي حقيقه. بس انا زي ما انت شفتيني كده ممكن تلاقيني ماشيه بعلبه فاكهه بتنقنق كتير. طب الناس اللي شهيتها مفتوحه على طول، يعني ممكن واحد يبقى مش جعان وبياكل، بيحب الاكل. انا بيحب الاكل يعني انا اوقات وانت مش جعانه، انا اوقات كتير جدا باكل وانا مش جعانه، لانه مثلا نفسي في البيتزا المعينه من المكان الفلاني اللي هي بتشد بتعمل أيوة. اعمل ايه عشان اسد نفسي؟ بالمعنى الحرفي ما يسد نفسك يا رب وتفضل نفسك مفتوحه. يعني الناس اللي شهيتها مفتوحه ايه الحاجات اللي ممكن تعملوها عشان الشهيه تتقفل شويه؟ هو طبعا كورس الانسيليوم بيساعد جدا في الموضوع دوت، لان انا لما باخد الانسيليوم قبل وجبه الغداء، وانا كمان ببقى عامله دايت بلان فيها كل الحاجات اللي انا محتاجاها. الانسيليوم بيملى
يعني حوالي تلتين حيز حجم المعده. فده ممكن يحسس بالشبع مثلا لحد 6 ساعات او لحد كمان 7 ساعات. وفي ناس بتقول انا ممكن اخد الانسولين ومش قادره اكل بقى الغدا، انا خلاص حاسه ان انا شبعانه. فده احساس ان انا طول الوقت حاسه بالشبع، او ان انا جسمي مليت حيز المعده، فخلاص ده معناه ان جسمي هيفرز هرمونات الشبع، فمش مش هيدي اي سيجنالز مخي ان انا جعانه. فلو انا بقى بفكر في جوع عاطفي ده، احنا ممكن يعني نلعب عليه بقى بشكل نفسي شويه. لو احنا نعمل تيبس صغيره زي ان احنا مثلا لازم نشرب كوبايتين ميه قبل وجبه الغداء. طبعا احنا كده كده لازم نشرب كوبايتين ميه بعد كوبايه الانسولين، فاحنا بنضرب يعني كوبايتين على صودا. انت كده بتسدي نفسنا. كوبايتين يعني انا صودا، آخد اشربوا صودا يا جماعه بدل كوبايتين ميه قبل كل وجبه، ده شكرا. طب انا هسمع كلامك واروح لحته ان انا ايه، كل ما اجوع هشرب. ماشي، اشرب ايه بقى؟ ما انا ممكن اعمل كوبايه سحلب محترمه كده. ده احنا كده بقى احنا انا هشرب مكسرات حمص الشام. والزبيب وكده. انا هشرب لا، حمص حمص الشام صحي. لا حمص الشام صحي. لا. والسحلب كمان صحي لو انا حاسبه السعرات الحراريه بتاعته واخداها من ضمن الكالوريز بتاعه اليوم. عادي، احنا بنقول للناس والعدس هتاكلوا كل والحاجات حاجة. دي. كل حاجه، العدس من البقوليات اللي طب قولي هي لنا على كام ليها- مشروب صحي كده نشربهم من الايام الجايه دي. نحضر. تنوع اه كده. تنوع. هو طبعا المشروبات الصحيه اكيد طبعا الميه احنا مش هنختلف عليها، وانا عارفه الناس ما بتحبش الميه بس لازم نشرب ميه يا جماعه. حاجات ربنا. كل المشروبات السخنه زي مثلا القهوه والشاي والحاجات دي كلها احنا فعلا بنحبها وبنشربها بشكل كبير جدا. كمان الشتاء احنا بنحب دايما يكون في مشروب في المج بتاعي. طول ما انا قاعده في البيت لازم يكون في مج في ايدي في حاجه سخنه. بس هي مشكله المشروبات السخنه الكتير دوت لو انا باخد معالق سكر كتير. بالظبط. في ناس، انا عايزه اقول لك ان في ناس كانت بتتواصل معانا في الشركه بتقول انا كوبايه الشاي لازم احط فيها 6-7 معالق سكر. يا ماما صح. ارقام. وفي ناس بتقول لك انا ما في باكلش ناس- طول النهار بس بشرب شاي وقهوه. بشرب شاي بكام وقهوة. معلقه سكر بقى؟ انا مامتي بتعمل دايت وبعدين تيجي تاكل بسبوسه بالليل وتقولي انا اكلت حته بسبوسه. هي بس دي بس صغيرة أنا عامله قوي. دايت. يعني الثبات ده، في ناس السكر بجد عندهم حاجه مهمه. جدا يعني بس ده غلط جدا. السكر كارثه. ده يعني هو غير ان هو من السموم البيضاء طبعا. السكر بيعمل كذا حاجه في جسمي يمكن الناس مش واخده بالها منها، او بتبتدي بقى تلاحظ على المدى الطويل بعد فتره طويله من العادات الغذائيه الغلط ان انا ايه ده، انا بقيت مريض سكر ليه؟ انا عملت ايه عشان ابقى مريض سكر؟ انا ما بعملش حاجه، انا ما باكلش كتير. بس الناس فعلا ما بتحسبش عدد معالق السكر اللي هي بتاخدها في اليوم. لو انا شربت 3-4 كوبايات شاي وقهوه ونسكافيه يقول لك والكلام انا ده مش كله. باكل حلويات. مش باكل حلويات، بس انت بشرب بتاكل شاي كميه وقهوة سكر بالظبط. مرعبه كوباية في سكر مرعبة المشروبات. بالظبط. طب الناس اللي هي في ناس تقول لك ايه، انا هاكل كل حاجه، هاكل المكرونه والرز والبشاميل وكل حاجه وهلعب رياضه ومش هتخن. بيتخن طبعا. هو كل ده صح. احنا بس بنقول للناس يعني مثلا في المشروبات السخنه احنا بنساعدهم بسكر سيسل. سكر سيسل هو سكر دايت، هو من مادتين اسمهم السكرالوز والديكستروز. المادتين دول حلوين جدا لان انا اصلا جسمي ما بيعرفش يتعامل معاهم. هما بالنسبه لي ماده محليه هتحلي طعم المشروب اللي انا بشربه، وزي ما الجسم اخدها هيتخلص منها لان هي مش بتلعب على سكر الدم او مش بتستفز معايا هرمون الانسولين زي ما بيعمل السكر الابيض العادي. فده احنا بنلعب بيه بشكل كبير جدا بالنسبه للمشروبات. بالنسبه بقى للمكرونه والرز والعيش، الحاجات اللي احنا بنحبها احنا بنقول للناس احنا ما ينفعش نقطعها. يعني احنا لازم ناكل نشويات بشكل كبير بشكل كويس، لان النشويات دي هي بالنسبه لي السورس بتاع الطاقه. النشويات لما بتدخل جسمي بتتكسر لحاجات اصغر اسمها الجلوكوز. الجلوكوز ديت هرمون الانسولين بياخده يوديه الخلايا عشان يدي جسمي طاقه ان انا اتحرك وان انا فعلا العب رياضه وان انا اروح شغلي وان انا امارس حياتي الطبيعيه بشكل عادي جدا. فلو انا قطعته خالص هبدا بقى ادخل في مرحله ان انا هبطان تعبان حاسس بخمول عايز انام اكتر، جسمي ما فيهوش طاقه. غير بقى لو انا خدتها اساسا من السكر انا بستفز الانسولين وما بديش كمان جسمي طاقه. فاحنا في الدايت بلان بتاعتنا او في النظام الغذائي احنا بنقول للناس احنا لازم ناكل رز ولازم ناكل مكرونه وبناكل عيش ابيض عادي، بس الفكره في الكميات. الكميات ودي بقى اللي احنا بنلعب بيها في كورس الاناسيليوم. لما احنا بناخد الكورس قبل وجبه الغداء فاحنا بنحس فعلا بشبع كبير جدا. احنا خلاص قطعنا نص المسافه. انا لما مليت تلتين حجم المعده انا اتبقى لي التلت. فلما باخد الوجبه بتاعتي اللي انا ببقى حاسبه فيها فعلا نسبه الكربوهيدرات مع نسبه البروتين مع نسبه، احنا طبعا لازم طبق السلطه ده المايسترو بتاع السفره بتاعنا. انا بحب السلطه. دي الحاجه الصحيه الوحيده اللي بحبها. بحب السلطات كلها بصراحه. السلطه لذيذه والاوبشنز في السلطات دلوقتي بصراحه بقى تحفه. يعني فعلا السلطه بالنسبه لي مايسترو على السفره، لان احنا ممكن نحط فيها انواع خضار كتير. الناس كده كمان ممكن تحط معاها انواع فاكهه. الدريسنج طبعا بيكون مختلف بشكل كبير، فدي حاجه بتنوع معايا بتخليني مبسوطه بالدايت بلان ان انا مش كل يوم باكل عيش سن وبيضتين ومش عارفه ايه. لا، التنوع في الدايت دوت بيخلي الشخص عايز يكمل الدايت او رحله الدايت بتاعته، وفي نفس الوقت ما يزهقش من الاكل او ما يزهقش من نوعيات معينه من الاكل،
وفي نفس الوقت انا ساعدته بكورس الاناسيليا محسسه بالشبع، فبالنسبه له الموضوع بقى سهل جدا، هو قادر يكمل عليه وخلاص. الموضوع ما بقاش دايت لفتره معينه، لا ده خلاص انا غيرت اللايف ستايل بتاعي مظبوط. لازم تجربيه بقى يا اميره وكمليني. وعايزين نقول للناس برضو انهم يتواصلوا ازاي معاكم على السوشيال ميديا، ننزل حاجات. احنا طبعا الارقام الموجوده على الشاشه ممكن من خلال المكالمات او من خلال الابلكيشن الواتساب. موجودين بقى على السوشيال ميديا بلاتفورمز كلها زي الفيسبوك، صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك، دي الاوفيشال بيج بتاعتنا. صفحه كمان دكتور نهال حافظ خبيره التغذيه برضو على الفيسبوك. كل ده معانا اهو قدامنا على الشاشه. كل البلاتفورمز موجودين يعني. موجودين كمان على الانستجرام، صفحه اون تارجت فارما على الانستجرام، او كمان صفحه دكتور نهال حافظ على الانستجرام. ان شاء الله احنا بنشكرك جدا جدا يا دكتور. العفو على ايه بس. تبقي ضيفه ثابته معانا كده في كل حلقه وتجيبي لنا بدايل. لازم كده. عينيا ليكم ان شاء الله. وبكده مشاهدينا تكون خلصت فقراتنا النهارده لبرنامج الحريفه، وان شاء الله استنونا في حلقات تانية كتير. باي.